في المغرب تستمر المظاهرات لليوم الثاني على التوالي. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أفادت أمس باعتقال السلطات المغربية عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات شهدتها عدة مدن للمطالبة بإصلاح النظام التعليمي وتحسين الخدمات الصحية. احتجاجات تأتي في سياق متوتر بعد وفاة 8 نساء حوامل في مستشفى الحسن الثاني بأكادير جنوب المغرب. دخلنا المستشفى لإجراء عملية قيصرية. ومعنا حول هذا الموضوع من مدينة شفشاون السيد نوفل البوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا بك. هل كانت المشاركة اليوم أكبر أم أقل مقارنة مع يوم أمس بالنظر إلى التوقيفات التي طالت المتظاهرين في اليوم الأول؟ هو في الحقيقة يوم أمس جميع المدن التي شهدت إيقاف بعض الشباب الذي نزل إلى الشارع من أجل الاحتجاج حول بعض القضايا والمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تهم بشكل واضح حقوقه الاقتصادية والاجتماعية يعني المسنودة بالدستور المغربي، والتي ينص عليها ويقرها الدستور المغربي طبعا، وتقرها كذلك المواثيق الدولية على رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سبق للمغرب أن صدق عليها. يوم أمس تم إطلاق سراح جميع الموقوفين الشباب. اليوم كانت هناك نفس المدن التي تم الدعوة إليها يوم أمس إلى تنظيم وقفات احتجاجية. اليوم كانت هناك وقفات احتجاجية حسب ما تم تداوله على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعتبر الآن هو مصدر المعلومة المتوفرة. يتم الحديث عن وجود إيقاف لبعض الشباب. ليست هناك إلى الآن أي معطيات رسمية أو أي أرقام. طيب سيد البوعمري، حول عدد الموقوفين، لكن ما نأمله كمنظمة مغربية لحقوق الإنسان وما يأمله المغاربة وما يأمله عموم الحقوقيين أن يتم التعامل مع هؤلاء الشباب الذين إن كانت هناك حالات ديال إيقاف ديال الشباب اليوم، أن يتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها معهم يوم أمس. طيب سيد البوعمري، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هي من الداعمين لهذه الدعوة إلى التظاهر والتي أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي من مجموعات يعتقد أنها شبابية تحمل اسم جيل زد 212. ما المعروف عن هذه المجموعات وعن الواقفين عموما وراء هذه الدعوة إلى التظاهر؟ هو لابد من توضيح، ولأنه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لم تدعو ولم تدعم. الأمر يتعلق بحركة احتجاجية دعا إليها مجموعة من الشباب المعروف على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بجنراسيون زد 212. هؤلاء الشباب قدموا أو دعوا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية في بعض المدن المغربية. احنا كمنظمة مغربية لحقوق الإنسان لم ندعو، كذلك لم ندعم. أننا تابعنا الوضع، تابعنا الاحتجاجات التي تمت يوم أمس ونتابع الاحتجاجات التي تتم اليوم. نعتبر على كون هذه الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة، احتجاجات تسائر السياسة العمومية الموجهة للفئة ديال الشباب، خاصة هذه الأجيال الجديدة التي تريد العيش الكريم وتريد الصحة عمومية جيدة وتريد كذلك تعميم التعليم وتريد كذلك الحق في الشغل. هذه المطالب الاجتماعية التي يطالب بها اليوم الشباب. أعتقد على أنه مجموع الحركات الحقوقية وغيرها المدنية لا يمكن إلا أن تدعم هذه المطالب، لكن للأمانة أعتقد على أنه جميع التنظيمات اليوم هي تنظيمات ليست منخرطة بشكل. احنا حاليا متواجدين في العاصمة ديال المغرب، وتحية مجددا كنعتذر يعني من جميع الصحافة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.